اللي تجيب البنات وعباد الله راه تناشد. في خبر صادم، كشف مدون على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود أكبر شبكة دعارة في دولة خليجية تحتجز 24 فتاة مغربية وتجبرهن على مرافقة الباحثين عن الجنس طوال اليوم. طابق 4 في عند البنات عندنا 24 بنت، أكبر شبكة دعارة. وفي تصريحه اتهم المدون سيدتين تشكلان عصابة وتديران هذه الشبكة الغير الشرعية. وأكد المدون أنه تم ترحيله من تلك الدولة الخليجية ورفض الكشف عن عمله هناك طوال مدة إقامته، وهو ما يثير الشكوك حول دوره في هذه القضية. المهم ما تنعطيش يديا، ما تندير شي حاجه اللي تتأذي شي واحد بدراعي. وبالإضافة إلى ذلك اتهم المدون العصابة بالاعتداء على المغربيات المحتجزات هناك، وكشف عن السبب الحقيقي وراء ترحيله، حيث يبدو أن العصابة دبرت هذا الأمر لعدم كشف أمرهم للسلطات المعنية. لكن هي تعليم لا مالو ما عندي والو، هي ما تقراش، هي خافت نجبد لها المؤسسات. وطالب السلطات بالقبض على العصابة وكشف أسمائهم وأسماء شركائهم وحتى مكان حجز الفتيات وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. ملي تنشيط على راسي تقول لي ما عندكش ما عرفتش. ولا يجب أن يسمح لأي شخص بالاستغلال الجنسي للنساء أو الفتيات بأي شكل من الأشكال. ويجب على السلطات الحكومية والشرطة ضمان سلامتهم وحمايتهم من العصابات المنظمة والجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان. عندي البوليس ديالكم، شنو تديروا؟ شنو خدمتكم؟ شنو تفعلوا؟ انت كاملين. هل ستتمكن السلطات المعنية من القبض على أعضاء هذه العصابة وإنزال أشد العقوبات بحقهم؟ وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية النساء والفتيات من الاستغلال الجنسي والجرائم المنظمة؟ وأنا أخوكم وأنا منكم وأنا نحبكم، وهاد الناس داو لي رزقي، وهاد الناس داو لي 10 المليون ديال الدرهم في الرهات يقولوا لي اليوم غدا نحطوا عليك، وداو لي فلوسي. ورئيسة العصابة في الخواني الجداد ديالو اللي تفكرت على الدعارة وعلى السرقة وعلى النصب والاحتيال على البصلاوي الذهيبي هي وراجلها، وداو لي رزقي اخوتي واخوتي داو لي رزقي. وبقول عليكم راه غتبان لي غنتحر غنصد كلشي، راه غنكتب رسالة وفقوا عليكم. وكما نعرفش انا تندوز انا تندوز انا تندوز انا تندوز. فرقوا عليكم فرقوا عليكم، ما تبقاوش تجبدوني، ما تبقاوش تهدوا فيا. واش تدخل فيكم؟ واش نتوما تدخلوا الدين والناس صحيحة والطاقونات؟ وعلاش اختك مدخلها من البريد وهي ممنوع تدخل دولة الامارات ومدخلها ساكنة في بناية المرجان تاور جيت النهضة في كارفور؟ وعباد الله تناشد سلطة الامارات، هاد الناس تعداو عليا، داو لي رزقي، انا دات لي 10 المليون 10 المليون خليت عندهم ديال الذهب دوالي كل نهار كنمشي عندهم نحي حلاتي يقولوا لي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. ها هي جايه، ها هي غتطبرق اقامتها تكسلت، ها هي غتولد، ها هي غتحمل، ها هي غتفعل، ها هي دير. وراه حرام هادشي 10 المليون ديال الذهب اللي مشات ليا، فلوسي رزقي.